بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أهلنا في الموصل الكرام. أخوانكم في كتائب الفتح المبين قاموا بإيجاد طريقة لحل المشكلة التي تسببوا فيها داعش لمنع أهلنا من التواصل معنا. الطريقة هي جلب واير للستلايت، الواير الناقل من الصحن إلى الجهاز. نقوم بقياس ما يقارب الشبر أو أزيد شبر ونص. نقوم باقتلاع الغلاف الخارجي بهذه الطريقة تماما كما ترون. نخرج التيل، طبعا لازم يكون الواير قطعة واحدة حسب الحاجة، 20 أو 25 متر أو 30 متر بهذه الطريقة. هاي الجهة راح تكون من فوق، ينربط أعلى المنزل، ينربط على خشبة، تكون الخشبة بهالطريقة تنربط ويتيب بتيب حتى لا يتحرك الواير. بهالطريقة هاي يتيب بتيب حتى لا يتحرك الواير، مثل ما كنا قبل نسوي بالواير الأرضي، بالأريل الأرضي العفو، بهاي الطريقة بحيث ما يتحرك فوق السطح على خشبة. وش قد ما يكون ارتفاع الخشبة عالي شقد ما راح يجيب شبكة أفضل. الواير راح يبقى هذا من فوق، أما من الجهة الثانية مكان اللي راح يربط على الموبايل بنفس الطريقة بالضبط، يكون هكذا، ينسلخ الواير، وهذا الواير يكون مكان اللي راح نستعمل بيه الموبايل من جوا. بعد ما وصلنا طبعا كملنا من أعلى المنزل، راح ننزل جوا مكان اللي راح نستخدم بيه الموبايل حتى نجيب بيه الشبكة. نجيب الموبايل ونجيب ورق مقوى، مثلا كارت رصيد أو أي ورق مقوى، ونربط الواير بظهر الموبايل بهالطريقة هاي، وبلاستيك مال فلوس، حتى نحاول الواير ما يتحرك. شقد ما يتحرك شقد ما تكون الشبكة أقوى. راح يكون بهاي الطريقة. وإن شاء الله تكون الطريقة واضحة، ولا تنسونا من صالح دعاكم. إخوانكم كتائب الفتح المبين، قيادة تحرير نينوى.